السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا حابب أبدأ الفيديو أولا وقبل أي كلام في التفاصيل باعتذار واضح وصريح لا لبس فيه لكل أهالينا في الصعيد وفي كل مكان في مصر زعلانين مني. أنا لا هكابر ولا هقاوح، أنا من الناس اللي بتعتذر لما تحس إن الناس زعلانة منها، حتى ولو كانت والله نيتي يعلمها ربنا نيتي خير وكانت الهدف المصلحة العامة. انا اكتر حاجه تضايقني في الدنيا ان واحد صعيدي بس او واحده صعيديه بس يزعلوا مني. انا من اكتر المؤمنين بالصعيد واحترام الصعيد وعزه نفس الصعيد وكرامه الصعيد واصل الصعيد. ده هم صعيد مصر، هو اصل مصر، واللي طلع لنا كل القامات والادباء والمفكرين والناس الشريفه المحترمه. والله ما اقصدش الاهانه ابدا، دي اخر حاجه تيجي على دماغي واخر حاجه في الدنيا ابقى حاببها ان حد صعيدي يبقى زعلان مني. فانا بقول لكل صعيدي وصعيديه جزمتكم على راسي من فوق، وانا ابنكم وانا ابن ريف مصر ونسايبي اساسا من الصعيد، مرات اخويا من الصعيد ومتشرف بيها ومتشرف بالنسب ده. فارجوكم ما تزعلوش مني، وحتى لو كان قصدي خير بس لو واحد فيكم بس زعلان انا بقول له حقك عليا وانا اسف في اعتذار صريح، وهذا الاعتذار سينشر في كل حته لان انا دايما بتشرف باهلنا في الصعيد. ارجوكم ما تزعلوش مني، وانا اخوكم وانتوا اهل الصفح واهل العفو واهل الكرم يعني. تحياتي لكم جميعا في صعيد مصر المحترم والشريف. تامر امين.